السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صحابي اتصلوا عليا وقالوا لي احنا جايين نزورك ونشوفك عشان انتي عيانه. قمت بسرعة قفلت التليفون ورحت جري على المطبخ ادور اعمل ايه. ما لقيتش حاجة في التلاجة غير كيسين نسكافيه. طب انا هشربهم من نسكافيه ولا اعمل لهم احسن حاجة حلوة بيه؟ رحت رامية كيسين النسكافيه في قلب الخلاط، وتعالوا شوفوا عملنا ايه. عملت حاجة حلوة وسهلة وسريعة واقتصادية، وبدل ما يشربوه وفرت في الميزانية. يلا بينا ندخل نشوف مقاديرنا ايه وطريقة تحضيرنا. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا ندخل. يلا بينا. اول حاجه في الخلاط حطيت بيضتين بدرجه حراره الغرفه، وحطيت عليهم كوبايه الا ربع من السكر، وممكن تقدري تزودي الكميه او تضاعفيها زي ما انت حابه. نزلت بالفانيليا، وكمان نزلت بربع كوبايه من الزيت وانا مشغله الخلاط، وربع كوبايه من الميه معانا بتكون دافيه، وبرده بستخدم ربع كوبايه. اوعي بقى يا عسليه انت وهي تحطي الميه سخنه في قلب الخلاط، الميه لازم تكون دافيه علشان البيض ما يستويش معانا ويقلب عجه. تعالوا بقى دلوقتي نجيب باكت كده من النسكافيه، وده نسكافيه 3 في 1. هجيب كيس واحد كده وابتدي ان انا افضيه على الخليط بتاعنا واديله ضربه كمان في الخلاط. ويلا بينا بقى نديله ضربه ونرجع نجهز المقادير الجافه بتاعتنا. يلا بينا. بوله وهحط فيها كوبايه واحده من الدقيق. صدقتوني ان الوصفه بتاعتنا سهله واقتصاديه ومقاديرها على قد ايدينا ولا لسه؟ يلا بقى اعملوا لي لايك. هننخل الدقيق كويس، كوبايه الدقيق، ونبتدي نحط معلقه واحده من الكاكاو الخام، وذره من الملح، ونص معلقه من البيكنج باودر كنت حطاها مع الدقيق. هحط بقى دلوقتي المواد السايله على بعض كده مع المواد الجافه، وابتدي ان انا اقلبهم كويس مع بعضهم. ويلا بقى بالمضرب السلك نقلب كده لحد ما كل المواد تمتزج مع بعضها، ونبص بقى نلاقي لون خطير جدا. وعايزه اقول لكم الريحه حلوه جدا جدا. عشاق بقى القهوه حبايبي يجمعوا كده، وعشاق النسكافيه هيدوبوا في الوصفه دي دوب. وكان عاجبني القوام بتاع الكيك كده والخليط، وعماله العب بقى كده بالمضرب، وبصوا عماله العب بيه. ما انا روح الطفوله بتطلع عليا لما بشوف وبلعب بالحاجات ديت. عايزه اقول لكم كانت قوامها حلو جدا. شغلت بقى الفرن عشان يسخن معانا، وجبت صينيه وابتديت ان انا ادهنها بالزيت، وممكن تدهنيها بالسمنه، وفضيت فيها الخليط بتاع الكيك. وبصوا بقى القوام حلو جدا. يا وعدي يا وعدي، خطير، ولا تقيل ولا خفيف. تعالوا يلا ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 رف وسطاني. هتقعد معانا بالظبط نص ساعة، وهتطلع لما هتشوفوها هوريها لكم شكلها عامل ايه. طيب جبت بقى دلوقتي كوباية من اللبن، وحطيت عليها اللبن عادي ولا سخن ولا ساقع. حطيت عليها نص باكت من النسكافيه، كيس النسكافيه التاني، وحطيت عليها 4 معالق من السكر، وقلبتهم كويس وفضيتهم كده في السويس رول، حطيتهم على جنب. وتعالوا بقى نشوف القمر بتاعنا. بصوا القمر بقى في الفرن بيتدلع. يا وعدي يا وعدي، حلوة قوي. غزيتها انا غزه كده بالسكينه، عايزه اقول لكم وانا ايه عشان اشوفها استوت ولا لسه. وطلعتها بقى لقيتها طبعا استوت. ورحت بقى جبت الخله بتاعت الشيش طاووق او بالسكينه، وابتديت اديها اخرام كده علشان ابتدي ان انا اشربها بالتشريبه اللي احنا عملناها مع بعض. دلوقتي بقى هجيب بوله واحط فيها نص كيس النسكافيه البودر اللي احنا طبعا مستخدمينه، لان احنا استخدمنا كل الفيلم ده كيسين بس من النسكافيه البودر. حطيت عليه كمان معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام، وحطيت عليه معلقه واحده بس من السكر البودر، وحطيت عليه نص كوبايه من الميه المثلجه، او لو عندك لبن تقدري تستخدميه. قلبتها كويس جدا جدا بالمضرب زي ما انتم شايفين، وبقى القوام معايا كريمي وريحته خطيره. اكاد من فرد اللذاذه اذوبه اذوبه اذوبه. وفردت بقى الكريمه بالشكل ده وكده فوق سطح الكيك بالشكل ده، وعايزه اقول لكم ريحتها كانت رائعه. بس كده سهله جدا وبسيطه. وابتديت بقى ايه اخبط عليها كده عشان تنزل بقى كده جوه الكيك وتبتدي تبقى حلوه قوي معانا. جبت بقى شوكليت كده، وانا ببشر الشوكليت لقيتهم طبعا سمعتوا صوت الجرس كانوا بيرنوا عليا. رحت مخلصه بسرعه، وابتديت ان انا ابشر كده بسرعه قطعه الشوكليت عشان تديها شكل حلو جدا. ورحت بقى مدخلاها 10 دقايق في الفريزر. وبعد كده بعد بقى ما سلمت عليهم وقابلتهم، ابتديت ان انا اقطعها علشان اقدمها لهم واوريهم بقى الشطاره والحلاوه. يعني ما هو صاحبتهم بقى شيف لازم بقى تترسم عليهم بقى. لا لا لا، مفيش الكلام ده. احنا كلنا اصحاب واخوات وحلوين وبنحب بعض جدا 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 الحمد لله، وربنا يخليهم ليا. وعايزه اقول لكم بقى حطيتها لهم وعجبتهم جدا جدا جدا، وكان طعمها خطير. بصوا شكلها. نقدر بقى نعملها كده حتى لو ممكن في عيد ميلاد، ونقدر نعملها في اي وقت كده. حلوه جدا وطريه وطعمها بجد خطير. بألف هنا وشفا. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.